ضربت المثل بتاع غندور كالآتي، قلت لهم انتوا هسه دي بتجي تجيفوا وتشتمونا وتقولوا زي ما دايرين ونحن ما نتكلم معكم، بنرد عليكم. غندور ده لما مشى دار حزب الامه كان شايل مسدس ولا كان شايل عصايه؟ مشى ما شايل اي شيء، وقمتوا رميتوه بالحجاره وما خليتوه يتكلم، وتدعوا انكم انتوا ديمقراطيين، وبعد ذاك كمان تعتذروا. قارنوا بين اللي انتوا عملتوه في دار حزب الامه وقارنوا بين اللي بيحدث الان في الندوه دي. لكن اطلاقا طبعا الصحفيين زي ما قال الصادق اكتبوا زي ما دايرين. والله لا قلت ان احنا رافضين الاعتذار، فانا عارف انه في عمليه زي اللي حصلت لغندور دي اقصى ما تعمله انك انت تعتذر، يعني هيعملوا شنو ناس؟ وكويس انه هسه قال بيحققوا كمان. لكن دي كانت الندوه، انا طلاب تنظيمات في جوا الجامعه وانا في حمله انتخابيه جاء هاجموني، لازم ارد عليهم، لازم ارد عليهم. ولذلك دي كانت في اطار الحمله الانتخابيه، وهاجمت التنظيمات الطلابيه اللي كانت بتجي تهاجمنا، لكن اطلاقا ما تعرضنا للاحزاب في الخارج. يعني انا افتكر احنا استوفينا الاجابه على السؤال، لانه الامام قفل الباب في لجنه التحديد، نحن ننتظر لجنه التحديد.